Good night, good night. Thanks. لو كل يعني. مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. ترند من الترندات المشهورة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي او على السوشيال ميديا فيديو الفنان احمد الفيشاوي اللي ظهر فيه وهو في حالة غريبة جدا. ناس كتير بتتساءل هو ليه بيعمل كده وليه ظهر في الحالة دي وليه صحابه اللي حواليه كانوا بيخلوه يعمل كده. تفاصيل واسرار هنكشفها لحضراتكم عن ظهور احمد الفيشاوي ابن الفنان الكبير فاروق الفيشاوي عليه رحمة الله بشكل غريب ومثير. الفيديو ده انتشر طبعا على كل وسائل السوشيال ميديا. طبعا الفيديو زي ما حضراتكم شايفين كده كان الفنان احمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلمه الجديد اللي بيعمله اسمه بنقدر ظروفك. الفيلم ده هو طبعا بيعمله بالتعاون مع مي سليم، بيتكلموا فيه عن حالة اقتصادية بيعيشها شاب وفتاة. الاتنين بيسعوا علشان يتجوزوا ولكن الظروف الاقتصادية اللي عايشين فيها ظروف صعبة جدا، فبيتحدوا الظروف بشكل كوميدي علشان يقدروا يتجوزوا. ده الفيلم وده قصته بالملخص الشديد. ولكن احمد الفيشاوي في العرض الخاص الفيلم بنقدر ظروفك كان المفترض يعني صحفيين واعلاميين موجودين. احمد الفيشاوي كالعاده ظهر بشكل غريب ومثير وعمال يتطوح يمين وشمال ويهذب كلام غريب جدا، وكسر كاميرا لاحد المصورين او لاحد الصحفيين وكان بيعمل افعال غريبه جدا. مش بس كده، ده كل اللي واقفين حواليه اللي هم المفترض صحابه وفريق العمل في الفيلم والبودي جارد بتاعه كانوا سايبينه وبيضحكوا عليه كمان. تعالوا بينا نشوف الفيلم او الفيديو مرة اخرى ونرجع لحضراتكم تاني. Good night, good night. Thanks. لو كل يعني زي ما حضراتكم شفتوا كده طبعا فيديو غريب وفيديو يخليك تبقى مستاء ان ده فنان محسوب على الفنانين. مفيش شك ان احمد الفيشاوي هو فنان عنده موهبة، عمل افلام في منها اللي طرقع وفي منهم اللي سمع مع الجمهور وفي منها يعني اللي هو كان افلام هابطه ملهاش اي 30 لازمه. ولكن احمد الفيشاوي والده والدته سواء الفاروق الفيشاوي او سومية الألفي فهو ابن اتنين من نجوم الفن المصري، يعني هو محسوب على الفن، عمل افلام، عمل حاجات كتيره جدا في الفن المصري. ولكن احمد الفيشاوي للاسف الشديد مش شايف مصلحته، وده ممكن يكون لانه نشأ في بيئه فنيه من صغره. ابوه وامه زي ما قلت لحضراتكم نجوم فنانين كبار جدا، فاروق الفيشاوي ربنا يرحمه، سمية الخشاب طبعا او سمية الألفي. فمن صغره انا عايز يا بابا عربيه، حاضر يا ابني، عاوز اسافر اوروبا، حاضر يا ابني، عاوز مش عارف ايه يا بابا، عاوز خمره. فكانت كل حاجه وكل طلباته مجابه، وده اللي خلى احمد الفيشاوي لما كبر يكون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا دي حاجة غريبة جدا وحاجة مش كويسة بالمرة ان انسان في سنه ده، على فكرة هو عنده 44 سنة، هو من مواليد 11/11/1980. احمد الفيشاوي مش صغير علشان يطلع منه الافعال دي، لدرجة انه في العرض الخاص برضه هو ماشي هو والفنانة مي سليم كان كل شوية يبوس ايديها، ويعني بشكل كان ملفت للنظر جدا. وطبعا هي مي كانت بتعدي الموضوع وكانت بتضحك وبتاخد الموضوع بهزار، ولكن الموضوع كان باين جدا انه مش طبيعي، لا الموضوع كان اوفر بالنسبه له، وده بيؤكد انه كان شارب حاجه او كان متعاطي بعض المواد المسكره او المخدره. طبعا مفيش اي حد صرح يعني بعد الهجوم اللي حصل عليه على السوشيال ميديا، ولا هو طلع رد، ولا حد من يعني المحاطين بيه سواء مثلا مدير اعماله او المتحدث مثلا اللي بيتكلم نيابه عن الفنان احمد الفيشاوي. مفيش اي حد طلع ووضح حقيقه الامر، بل كتموا على الموضوع. على فكره مخرج الفيلم اللي هو عامله الجديد اللي هو فيلم بنقدر ظروفك، مخرج اسمه ايمن مكرم، طلع وعلق على الحاله الغريبه اللي ظهر فيها الفنان احمد الفيشاوي، وقال انه دي يا جماعه خصوصيه، ما ينفعش الصحفيين او الاعلاميين يصوروا حاجه زي كده وينزلوها على السوشيال ميديا. خليني اقول لك يا استاذ ايمن، طبعا حضرتك مخرج وعامل فيلم او عامل افلام قبل كده، فبالتاكيد يعني راجل دارس وفاهم وعارف اخلاقيات المهنه، يعني مش اللي هو مخرج كده من يوم وليله.
خليني اقول لحضرتك انه دي ما فيهاش خصوصيه خالص، لان ده فنان واقف في مكان عام، مكان فيه صحفيين واعلاميين، فطبيعي كل واحد بيمارس شغله وعاوز ياخد اللقطه علشان ينزل على السوشيال ميديا ويمارس مهنته بشكل طبيعي جدا. ولكن نقدر نقول ان دي تبقى خصوصيه، وما ينفعش حد يتعدى على خصوصية أحمد الفيشاوي لما بيكون مثلا في عربية وقافل على نفسه الإزاز، فحد يتلصص كده يمسك الموبايل عاوز يصوره أو ياخده لقطة مش كويسة وينزلها على السوشيال ميديا، يدخل عليه في الفيلا بتاعته من شباك المطبخ، يدخل يلاقيه مثلا في أوضاع مش كويسة أو بيشرب مواد مخدرة أو في حالة يعني سكر شديد، فيصوره وينزل على السوشيال ميديا. ده خصوصية، وده محدش يعني ينفع يصور حد في أوضاع زي كده طالما هو في بيته مش في مكان عام. ولكن هو دلوقتي في مكان عام، داعي الصحفيين والإعلاميين علشان يحتفلوا معاه ويروجوا لفيلمه الجديد، فبالتأكيد دي مش خصوصية خالص. عموما ده كان الترند وكان الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا، حبيت أطلع وأوضح تفاصيله لحضراتكم، ويا رب تكونوا فهمتوا الموضوع ماشي ازاي وجا منين، وأتمنى تشاركونا برأيكم. اللي بيعمله أحمد الفيشاوي ده فعل طبيعي، لأنه نشأ في بيئة فنية، سواء لأب أو الأم يعني نجوم كبار جدا، ولا مهما كان أو مهما كنت أنت نجم كبير لازم يكون عندك مبادئ ويكون عندك قيم تحافظ عليها علشان الجمهور والناس اللي بتحب تتفرج لأفلامك أو لمسلسلاتك يفضلوا يحترموك لحد آخر لحظة في حياتك. منتظر طبعا تعليقكم على الموضوع ده، وما تنساش طبعا لو وصلت معانا لحد اللحظة دي تضغط لايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس علشان دايما يوصل لك كل جديد. شكرا ليكم، سلام.